ما حدك باقي في هاد الدنيا غتلقى بزاف اللي كيحاولوا يخربقوا لك الراس ديالك وكيخليوك تشك في الدين ديالك، فحال انت مسلم غير بالفطره، غير حيت والديك مسلمين داكشي علاش حتى انت تزاديتي مسلم وفي اسره مسلمه وفي بلد مسلم. هاد الفكره ماشي صحيحه، حيت ما تقدرش تبدل العرق ديالك ولا الجنسيه ديالك ولا الاهل ديالك، هادو كاملين تفرضوا عليك وما يمكنش تبدلهم ومستحيل. ولكن الدين اختيار، تقدر تغيره في الوقت اللي انت باغي. بصح انت تزاديتي مسلم، ولكن الاستمرار على هاد الدين كان على قناعه، يعني انت مقتنع به وربي كرمنا بالنعمه ديال الاسلام وخلانا وسط الدين صحيح. وبالنسبه للايمان كاين واحد السؤال كيتطرح بزاف، واش القرار ديال الايمان كيجي من العقل؟ هي لا، الحقيقه اللي كياخذ الايمان هو القلب. نشرح لكم علاش. العقل مجرد اداه ادراك بحال البصر والسمع واللمس، حيت فاش كتسمع شي حاجه بودنك وكتشوف شي حاجه بعينيك كيبدا التحليل في العقل، وهذا كيتسمى المنطق. والقلب هو اللي كياخذ القرار في الايمان. ولا رجعنا للقران غادي نلقاو كاين بزاف ديال الايات اللي كيهضروا على الايمان، بحال قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذا الهضره على القلب. إلا كان الإيمان كيجي من العقل كنتي العالم تلقاه مقسوم على جوج، كاع دوك الأذكياء والعلماء مؤمنين والناس الاخرى ملحدين وكفار. كتلقى جوج ديال العلماء طاحوا على شي حاجه، واحد كيقول سبحان الخالق العظيم والاخر كيقول مع اعظم الطبيعه، حيت واحد شاف وقلبه امن واستسلم، والثاني خدم غير عقله وما امنش بقلب. حيت باش يامن القلب ايمان صحيح كيحتاج تخدم العقل باش يكون الايمان سليم وصحيح. فالخضوع لله عزه والخضوع لغيره مذله. خليك من الفريق الاقوى اللي خاضع لله، والله يصلح قلوبنا جميعا. ونتلاقاو في حلقه جديده وبلان جديد.